أتوقع خسارة المغرب ضد أمريكا لأقل من 20 سنة في ربع كأس العالم، لأن ما وصل إليه المغرب يعتبر حظ فقط، وقوة منتخب أمريكا ستجعل المغرب تخسر في اللقاء. لذلك أتوقع فوز منتخب أمريكا على المغرب. علي بن شيخ، كنا نتوقع خسارة المغرب أمام أمريكا، ولكن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة قدم أداء عالمي أمام أمريكا. المغرب عندهم لاعبين عالميين. المروك عندهم دراري شفتهم كشي يلعبوا هكذا طايرين. الجيري ال دوفيا والو زيرو، لأن بالخدمة هذه المروك طوب، هما يروحوا الفوق وانت تقعد غير تكذب. كانوا المغرب عندها خزان تاع اللاعبين، وين تروح تشوف تلقى 4 5 ملاح في كاع لي كاتيجوري. علاه ولينا ما نكونوش اللاعبين؟ هانا درنا اكاديميات، هانا درنا امور كثيره. ألف مبروك ولاد المغرب على الترشح أمام أمريكا لنصف نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. المغاربة اليوم عجبوني برشا كيفاش لعبوا، لاعبين عالميين ومدرب عالمي، بصراحة منتخب عالمي. إن شاء الله ديما متألقين وتفرحونا أكثر في نصف النهائي. إن شاء الله طالعين بقوة، ومبروك للمنتخب المغربي على هذا الإنجاز التاريخي. هو راهو يدير وهما راهم عارفين واش راهم يديروا، يعرفوا خدمتهم. دونك ما نقولش امين انت على كل حال راك في الصواب، لكن ماشي لا فضلك لا يتمسخر بنا، كاع راهم يتمسخروا بنا. منتخب المغرب للشباب في كاس العالم يلعب مع امريكا في ربع النهائي، كسبان كام؟ كسبان 3-1. وكسب اسبانيا وكسب البرازيل، ده اللي عايز اكلمك عليه، خرج اليابان، التخطيط على وموجود في نصف نهائي. ممكن على فكره يفوز بالبطوله. هسألك سؤال، هل ده وليد صدفه؟ على فكره ده تخطيط، هو تخطيط بشكل كبير، بشكل كويس. احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ طب نبدا منين؟ نبدا منين؟ هنعمل خطه، نبدا كده منين؟ نبدا من الناشئين وانتخابات الناشئين بتاعتك. انت البنيه التحتيه بتاعتك مش سليم. برافو عليك، انت النهارده بنيت اساس كويس، واساس الى حد ما دلوقتي انت بتشتغل بطول منتخب مصر يبقى كويس في كاس العالم. باي باي امريكا. انا قلت لك هتكسب امريكا مستريح. امريكا ما فيهاش كوره يا جماعه. امريكا مش زي البرازيل واسبانيا اللي انت كسبتها، ولا زي حتى كوريا. امريكا ما عندهاش كوره، ده هدف عالمي. الهدف ده لو الكوره دي ضاعت الواحد يزعل. بعد المرمطه اللي خدها الحارس، بعد المرمطه اللي خدها الحارس دي، الكوره لازم تبقى هدف. باي. وللابطال والرجال الذين لعبوا وقاتلوا بكل روح من اجل ارسال هذه الفرحه الى الشعب المغربي، لا نحسدكم بل نغبطكم. انت منتخب الشباب ما شاء الله، يعني المنتخب السعودي للشباب اللي راح البطوله في عناصر جيده، بس ما ادري يعني ما ادري وش كانوا يسوون. المملكه المغربيه واحده من اكبر 4 دول في لعبه كره القدم على هذا الكوكب.